بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عاملين يا أصدقائي؟ أتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة إن شاء الله. حطب النهاردة هنعمل الأكل. مرمى هتعملكوا أكل بالحطب. ده الموجد بتاعنا الصعيدي. ومحشي تاني يا مرمر، أيوة بس مش أي محشي ده يا جماعة، ده محشي معمول على الحطب. يعني انت لو المحشي بتاعك مسكر فهيكون اضربيها في مليون كده، انت بتعمليه على الحطب من كتر مسكر وحلو. فالنهاردة الأكل بصراحة كله على الحطب وجميل، هيطلع إن شاء الله إن شاء الله، لأن الأكل الحطب ما فيش زيه يا جماعة. عمي بتقولي إحنا ربيناكم على الحطب يا والبوابير بتاعت الجاز، لأن هي اتجوزت ما كانش فيه بوتجازات زي دلوقتي، لأ كانت فيها بوابير. وبتقول أنا أغلبية الأكل بعمله على الحطب ليكم، والفرن الطين اللي برضو بتاع العيش الشمسي. فلا كان أحلى أكل. هم عايشين، بتقول إحنا عايشين على أكل زمان. الأكل دلوقتي كله مسمم، والمية مسممة والأكل مسمم. فعشان كده الجيل ده تحسه مش زي جيل زمان، رغم إنهم لسه هنا بس شداد علينا. احنا بصراحة الصحة لا. انا حطيت مية على النار، معلش انا رغاية شوية، وحطيت لها ملح وكمون وبسلق الكرنبة بتاعتي زي ما انتوا شايفين. فلا والله العظيم اكل الحطب احنا ما بنقدرش بصراحة على بالذات غسيل المواعين. فهم يشكروا بصراحة، زمان يشكروا انهم كانوا عايشين كده بصراحة. فسلقت الكرنبة بتاعتي انا وبسلق الكرنبة عشان احنا عندنا حوش راح حاطين فيها الموجة دي. لقيت امي قطعت البصلة وركبتها على البوتاجاز. ليه يا امي بتعمل كده؟ ما انا هركبها على الحطب. فقالت نسيت. يلا زي بعض، معلش المرة الجاية ان شاء الله نعملكم الاكل كامل كده على الحطب. حتى قطعت البصلة بقى، هي الله يديه الصحة يا رب. وحطيت الطماطم عشان تستوي، وحطيت لها معلقة سكر وربع معلقة بيكربونات. وحطيت لها بقى التوابل، الملح الفلفل والشطة والرز بتاعي بقى، وأقلب الرز بقى بتاعي. وبعد كده هحط الخضرة بتاعتي في الآخر بقى، الخضرة يا جماعة. فكان نفسي أعمل بقى التسبيكة على الحطب. يلا خيرها في غيرها إن شاء الله. فيعني لا بصراحة أكل الحطب ما فيش زيه. أنا جبت حلة الكرنب فرشتها من تحت بالورق الأخضر، وقطعت بقى بطاطس مربعات، دواير، وطماطم دواير. فده بدي نكهة حلوة جدا للمحشي بصراحة لما تحطوه من تحت. وبرص الكرنبة بتاعتي بالشكل ده. فزي ما بقولكم، والبطاطس والطماطم من تحت بدها تطعيمة حلوة للمحشي. فرصيت الحلة بتاعتي كلها كده. وبعد ما تخلصي بقى المحشي بتاعك، تيجي تحت الطبقتين ديلا تطلعين في طبق وترشي عليهم شوية فلفل وشوية كمون، وتحشيهم سندوتشات بيبقى طعمهم خطير. انا بقى عامله النهارده المحشي على الفراخ. حطيت الحله بتاعتي على الحطب برضو على الموقد الفراخ بتاعتي، وحطيت لها الشوربه بقى، ملح وبصله وورق لورا وفلفل. وحطيت الفراخ بتاعتي تستوي. وهو سريع، اسرع والله، اسرع بكثير من البوتاجاز. ومشكلته الوحيده عندي المواعين بس. انا كده اطبخ كل يوم على الحطب. المواعين بصراحة فظيعة. الشوربة بتاعتي بقى هسقي بيها الكرنب بتاعي، وده الفراخ. الشوربة بقى انا مش هحط، انا هحط كوبايتين بس شوربة. انا ركبت الحلة الكرنب بكوبايتين شوربة، حطيت لهم، كنت مخليها معلقتين صلصة حطيتها فيها، وكوبايتين مية، وحطيت من فوق نص معلقة سمنة بلدي. فانتوا متخيلين بقى الطعم
كل ده في المحشي لا بصراحة فظيع. ده اسمه عندنا قرطم، هو مش ملوخية ولا سبانخ، ده اسمه قرطم، مش هتلاقوه غير في عندنا بس في الصعيد بتاعنا، هو بس الموجود في الصعيد بالزرع عندنا بس، فطعمه أحلى بكتير من الملوخية بصراحة. فالنهاردة هنطبخ برضو على الحطب القرطم بتاعي ده. ورقة بتاعته بتكون مطولة كده وفي النص في عصبة كده بنشيلها، احنا بنقول بنسلبها العصبة دي. ركبت الشوربة بتاعتي وحطيت لها بصلة، وحطيت غسلت القرطم بتاعي وحطيت له، وقطعت 3 طماطميات مكعبات، وبزنت بقى بالمفركة بتاعتي دي اسمها مفركة. انت ممكن تعملوه بالهاند بلندر، ممكن بعد ما يستوي تحطوه في الخلاط. فاحنا بقى المفركة بتاعتي دي احلى بكتير من الهاند بلندر بصراحة. وبعقد بقى في الاخر بالدقيق، وبقدحه بقى بتومة وبصلة، ودي السفرة بتاعتي بقى وبالهنا والشفا على اهل بيتي. والقرطم بقى بتاعي لازم فتة يا جماعة. وما تنسوش بقى تتابعوني عشان تشوفوا أكلات الصعيد وأهل الصعيد وتقاليد الصعيد مع أم مرمر في الصعيد. ما تنسوش بقى الجرس، تدوسوا على الجرس والاشتراك واللايك عشان تشوفوا كل جديد معايا أم مرمر في الصعيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.